بالنسبه بقى للناس اللي عايزه تعرف وقت تشغيل وايقاف الشفاط بيتحسب ازاي. مبدئيا كده زي ما قلنا المره اللي فاتت ان انا لازم اكون عارف كميه الهواء اللي انا محتاجها كل ساعه، واللي هي قلنا على اساسها نحسب قدره الشفاط قد ايه، ومنها برضه هنعرف نشغل ونطفي قد ايه. طيب وعرفنا ان احنا بنضرب عدد الطيور او الحيوانات اللي عندنا في الوزن بتاعهم الحالي اللي احنا عايزين نحسب عليه في 7 او 8 او 9 على حسب انا بربي حاجات اوزانها بتوصل لحد كام. طبعا في حاله ان احنا هنحسب التشغيل والايقاف يبقى انا كده بحسب على كل مره وزنه قد ايه، يعني كل ما بيحصل عمليه نمو. ده بالنسبه للناس اللي هي هتربي مثلا حاجات من عمر مثلا صغير، اللي هو انا مثلا هفرخ عندي، يعني بربي حاجه وهي لسه صغيره وهتكبر عندي، يبقى انا لازم كل كام مثلا بوزن واخد متوسط وزن واشوف الوزن عندي زاد بنسبه قد ايه واعدل الحسبه بتاعتي. يعني انا مش من اول الدوره لحد اخرها هيبقى عندي وقت تشغيل وايقاف ثابت، لا انا بغيره كل شويه على حسب اجمالي الوزن اللي عندي قد ايه. طيب انا هنا خلاص جبت، انا عايز جبت عندي هنا اهو كميه الهواء اللي انا محتاجها كل ساعه. بعد كده لازم اكون عارف اساسا المساحه التكعيبيه للهواء اللي عندي، اللي احنا قلنا بنشوف المكان عندنا طول وعرض وارتفاع وقد ايه عشان خاطر ابقى عارف المساحه التكعيبيه للهواء اللي عندي. طب انا دي هستفيد منها ايه؟ ما انا كده كده خلاص عرفت انا محتاج هواء قد ايه. لا طبعا دي هستفيد منها في حاجه مهمه جدا، وهي ان انا المفروض ان انا اكون بجدد الهواء بتاعي بنسبه ما تقلش عن 30% من المساحه الاجماليه التكعيبيه للهواء. يعني ايه؟ يعني انا ما اجيش مثلا يكون عندي مكان زي مثلا المكان ده هو بياخد مثلا 120 متر مكعب هواء، وانا محتاج مثلا كل ساعه مثلا متر 100 مكعب هواء. فاذا انا ما اجيش النهارده او جاي مثلا لما اجي اشغل انا الشفاط عندي عشان اجدد الهواء يكون مثلا في الاخر وقت التشغيل ده تكون النسبه هنا مثلا بتنزل عندي لمثلا 60 او 70 متر هواء موجود لسه في المكان. فانا لازم اراعي النقطه دي، اعرف 70% بتوع الرقم ده قد ايه اللي هي مساحه تكعيبيه للهواء، اعرف 70% بتوعها قد ايه، دول المفروض دول الحد الاقصى اللي انا اوصل له، ما اقلش عنهم عشان ما يحصلش عمليه اختناق في المكان للحاجه اللي انا مربيها، لان هيبقى نسبه الاكسجين قلت وانا مش واخد بالي ويبدا يحصل بوادر اختناق، فممكن اعملها حاجه تحصل عندي مشاكل وانا مش عارف المشاكل دي ايه سببها. فلازم اراعي النقطه دي كويس، ما يبقى انا حدود تشغيلي في الرينج اللي هو بتاع 30% اللي هم من مساحه التكعيبيه لاجمالي المكان عندي. طيب هاجي بعد كده بقى عايز اعرف بقى انا هشغل قد ايه. وقت التشغيل ده هو ان انا هجيب عندي كميه الهواء لكل ساعه اللي حسبناها هنا في الاول، هقسمها على قدره الشفاط اللي عندي واضربها في 60، يبقى انا كده هيديني انا كده محتاج اشغل كام دقيقه لكل ساعه، عشان كده احنا ضربنا في 60. طيب بالنسبه برضو للناس اللي هي بتفرط عندها، اللي هي هتطلع عندها حاجات صغيره وهتكبر عندها، لازم يكون عندك حاجه اسمها شفاط تحضير. يعني ايه يكون عندي شفاط صغير؟ لان الاعمار الصغيره ده هي هتحتاج كميه هواء قليله، فبالتالي انا مش هينفع اشغل شفاط كبير ليهم. ليه؟ اولا لما هاجي اقسم على قدره الشفاط هلاقي الشفاط الكبير ده في الاخر مطلع لي مثلا ان وقت التشغيل زي مثلا دقيقتين في الساعه. طب انا لو شغلت الشفاط ده دقيقتين لكل ساعه، طب ما انا هنزل كده على نسبه ال 70% اللي احنا قلنا عليها اهوت، اذا هيحصل عندي ممكن حالات اختناق. يبقى انا لازم يكون عندي شفاط صغير عشان خاطر يبقى لما اجي اشغله كل يعني اقسم تشغيله على وقت الساعه كله، يبقى هنا ما بنزلش على 30% وفي نفس التوقيت بيديني وقت شويه في التشغيل. والحاجه الثانيه انا ممكن يكون عندي شفاط كبير واجي احسب مثلا في الاخر ان هو هيشتغل جزء من الدقيقه. طب ما هو اصلا مش هينفع، لان الشفاط بالتالي لما اجي اشغله مثلا يكون معايا وقت التشغيل عندي ولنفرض مثلا طلع لي حسبته ان هو في الاخر 10 ثواني، هو اصلا الشفاط مش هيلحق يعمل حاجه، لان 10 ثواني على ما يوصل له الكهرباء ويبدا ان هو يشتغل مش هيوصل للمعدل ان هو يسحب لي الطاقه بتاعته كامله من المكان، فبالتالي برضه انا ما وصلتش للي انا عايزه. فدي نقطه مهمه، لازم يكون عندك شفاط صغير، ده بالنسبه للناس اللي هي بتربي حاجه اوزانها بتتغير على مدار الدوره بتاعتها. طيب عايز بقى احسب وقت الايقاف، هعمل ايه عشان وقت الايقاف؟ هجيب وقت التشغيل اللي انا حسبته اللي هو كل ساعه، اللي هو طلع لنا اللي احنا قلنا كميه الهواء المطلوبه كل ساعه، تمام كده، على قدره الشفاط في 60. الرقم اللي هيطلع لي هنا اهوت هجيبه وهقسمه على 10، ده لو انا عايز اشغل كل 5 دقائق، هقسمه على 5 لو عايز اشغل كل 10 دقائق، هقسمه على 4 لو عايز اشغل كل ربع ساعه. ده كده هيديني الوقت. يبقى انا كده عرفت ان انا مثلا في الاخر طلع لي ان انا المفروض اشغل ولنفرض مثلا 10 دقائق. يبقى انا لو قسمت على 10 يبقى انا هعرف ان انا كل 10 دقائق هشغل ايه؟ هشغل دقيقه. يعني هشغل قد ايه؟ يعني هشغل دقيقه وهفصل 9 دقائق اللي هو الاجمالي بتاعهم اللي هو 10 دقائق. لو قسمت على 5 هيطلع لي دقيقتين، يعني كده كل حاجه على حسب انت عايز تشغل وقت قد ايه. تمام؟ طب ده برضو انا امتى استخدم؟ امتى اقسم على 10 او 5 او 4؟ زي ما قلنا على حسب انا مساحه التكعيبيه عندي بتاعت المكان قد ايه، وان انا دلوقتي وقت التشغيل دوت ما يقللش معايا عن نسبه 30% من اجمالي الهواء اللي موجود في المكان. يبقى انت كده عرفت هتشغل قد ايه، هتفصل قد ايه، ايه لازمه المساحه التكعيبيه عندك في المكان. طيب والحاجه الثانيه، انا جيت النهارده برضه حسبت على الشفاط مثلا عندي صغير وانا واحد بيفرخ، ولقيت في الاخر مثلا ان انا جايب زغاليل، كتاكيت، عصافير، ايا كان ايه الحاجه اللي عندي اللي انا بفرخها دهيت، او حتى مثلا حاجات زي مثلا لو حد ارانب او قطط او كده، حاجات حجمها صغير جدا. ولما جيت بحسب ان هي مثلا محتاجه مثلا العدد اللي عندي محتاج على مدار الساعه ولنفرض مثلا 2 متر مكعب هواء، وانا بحطه في مكان مساحته مثلا كبيره، يبقى انا ممكن الاقي نفسي ان انا اصلا في العمر الصغير خالص دوت ما محتاجش اشغل الشفاط مثلا اول يومين 3 على حسب هم بعد كده بينموا بشكل عامل ازاي، لان انا هلاقي ان انا في الاخر لما اجي بدخل لهم فتحه الباب وانا داخل وخارج والحاجات دي ممكن بتجدد لي عمليه الهواء بشكل تلقائي، وفي نفس الوقت كمان كده كده الحاجه اللي عندي اساسا بتاخد نسبه هواء قليله على مدار اليوم. طب انا ليه بعمل برضو الكلام ده كله؟ عشان برضو حاجه ثانيه، عشان خاطر ما اجيش انا عمال بشغل الشفاط بشكل غير مدروس فيعمل لي انا مشاكل تنفسيه للمكان، ان هو دخل مثلا كميه هواء بيسحب كميه هواء مثلا كبيره، وبالتالي اللي بيخش برضه بيعمل لي مشاكل. الناس يقول لك ايه، انا والله مثلا باجي اشغل الشفاط فبلاقي بعد كده مثلا حصل لي مشاكل تنفسيه.
برضه النقطه الثانيه المهمه، لما بيجي حد يقول لك مثلا شغل الشفاط على ديمر مثلا، اللي هو ان انت تقلل سرعته، الكلام ده صح ولا غلط؟ لا الكلام ده غلط. ليه غلط؟ عشان خاطر انا دلوقتي لما هاجي اقلل سرعه الشفاط، طب انا عرفت كده الشفاط دوت شغال على قدره كام؟ انا عندي شفاط مثلا قدرته ولنفرض مثلا 3000، انا ركبت له ديمر والديمر ده قمت انا موطيه، هل انا بقى عارف لما انا جيت وطيت هو كده بقى على سرعه بقى على قدره كام عشان خاطر اعرف احسب حسبتي؟ لا مش عارف، انا عملته كده بشكل ايه؟ بشكل ارتجالي، فبالتالي لما انا هاجي هنا احسب عمر الحسبه تطلع صح. هلاقي بقى لما بيحصل مثلا عندي مشاكل ابدا اوطي شويه، لا اعلي شويه، طب ما انا عشان ما احطش نفسي في الورطه دي والاقي عندي يحصل اختناق او يحصل طشمه او يحصل مثلا زي برد او كده بسبب ان في هواء زياده داخل، لا يبقى انا اخلي عندي في شفاط صغير، الاعمار اللي هي الصغيره، شفاط مثلا طبعا كده هنحسب احنا محتاجين قدرات شفاطات قد ايه وهنجمعها كلها مع بعض في الاخر. يبقى الامور دي كلها مهمه عشان خاطر في الاخر لا انت تخلي يحصل عمليه نقص اكسجين جوه العنبر ولا يحصل لك مشاكل تنفسيه جوه العنبر بسبب الهواء الزياده. والحاجه برضو الاهم ان تبقى المكان اللي هيخش منه الهواء اللي هو هيسحب منه الشفاط يكون مناسب لقدره الشفاط اللي بيسحب، ما يبقاش انا مثلا مكان كبير جدا ومش قدام شفاط صغير، فبالتالي هتحس ان كميه هواء هتخش بشكل طبيعي زياده، ففي الاخر ده برضه هيعمل لي مشاكل. واهم حاجه ان يكون الهواء اللي داخل يكون بيضرب في السقف فوق عشان ما ينزلش على الحاجه نفسها بشكل مباشر، بالاخص كمان في فتره الشتاء او لو حد بيربي في اماكن برد، عشان خاطر ما يحصلش مشاكل للحاجات دي. لو عايز حد يستفاد غيرك اعمل شير واعمل متابعه عشان تعرف كل ده.